السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان عليكم مبارك يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى النهاردة نشوف الفيديو بتاعي وفيديو عزومتي بقى عند حماتي، ونشوف عملنا ايه اليوم ده وجهزنا ايه وفطرنا ايه. ودايما كده يا رب متجمعين في الخير، وكان احلى يوم. ودايما كده يا رب كل سنة وانتم طيبين. عملنا بقى زي ما انتم شايفين كده فضلة خيركم المكرونة بشاميل، وعملنا بقى كنافة، وعملنا فراخ مشوية بصوا ومحشي وحاجات بقى زي ما انتم عارفين بقى ان بيكون في اول رمضان بقى والعزومات ما اقولكوش بقى كله بيبقى ايه، بيطلع كل الغالي والنفيس ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى ايه كنا متبلين كده الفراخ من بالليل، وجبناها بقى كده ورصيناها كده في الصينية، وهندخلها الفرن بقى تاخد مع نفسها كده، تاخد وتدي بشكل ودي زي ما بنقول. وبتطلع بقى ايه فراخ مشوية تمام التمام. بعد كده بقى ايه دخلناها الفرن تاخد مع نفسها كده. وفي الفترة وهي في الفرن جينا نعمل الكنافة. ده كيلو كنافة كله نص كيلو لوحده. بدأت بقى ان انا ايه جبت السمنة وسيحتها، وبدأت ان انا اشرب كل الكنافة كده بالسمنة زي ما انتم شايفين كده. في ناس بقى حبت الكنافة بالمكسرات، وناس حبت الكنافة بالقشطة. فعملنا صينية كده وصينية كده عشان برضو ايه نراضي كل الأطراف، ما نزعلش حد خالص. كل واحد كان نفسه في حاجة عملناها له، اللي نفسه في مكرونة بشاميل عملناها له، واللي نفسه في محشي عملناه له. وما شاء الله اللهم بارك، كان الأكل جميل جدا جدا، وكانت اللمة حلوة. ودي بقى ايه صينيه الكنافه اللي بالمكسرات عملتها الاول كده زي ما انتم شايفين وجهزتها. وبعدين قمت ايه عملت بقى القشطه. دي كوبايتين من الحليب عليهم 3 معالق من السكر، وبعد كده شويه من الحليب كده في مج، وبعدين معلقتين من النشا وقلبتهم، وبعد كده ظرف من الفانيليا. وكده القشطه الكدابه اللي احنا بنقول عليها جهزت. وجينا بقى ايه نعمل نفس الطريقه، حطينا بقى السمنه كده على الكنافه زي ما انتم شايفين، واشرب كل الكنافه كده بالسمنه. اهم حاجه ان انا ايه اخلي كل الكنافه تتشرب السمنه زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه بقى ان انا ايه اضغط كده الكنافه واسويها في الصينيه عشان تكون كلها سوا بعضها. وبعدين حطيت القشطه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. اظن مفيش اسهل من كده، بس بصراحة كان يوم حلو والكل متجمع، وكان كل الحبايب كده متجمعين، والولاد انبسطوا خالص وبقوا فرحانين. اهم حاجة حبايب قلبي ما تنسوش اللايك لو وصلتم لحد هنا في الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. شايفين بقى الجمال، شايفين بقى بعد ما الاكل استوي في الفرن وطلعناه ما شاء الله، شايفين بسم الله ما شاء الله. ودي الكنافه بقى ايه سقناها كده بالشربات بتاعها، وبدانا بقى ان احنا نقلب بقى المحشي كده زي ما انتم شايفين كده. انا حابه ان انا ايه اقلبه كله في الصينيه كده، مش بحب ان انا اغرفه في اطباق كل طبق لوحده. عصير بقى زي ما انتم شايفين، ونقطع بقى المكرونه بالبشاميل ونغرف بقى، وكل واحد ايه الوقت ده كده كان يعني خلاص المغرب هيأذن مفيش 5 دقايق. وبدأنا ان احنا كل واحد كده ياخد طبقه. شايفين بقى زينة رمضان في الشارع ده بالنهار طبعا زي ما انتم شايفين كده. والولاد بقى بعد الفطار انبسطوا وفضلوا بقى ايه يجيبوا بومب كده ويفرقعوه. والسلك بقى الراعي الرسمي في رمضان في الارياف انتوا عارفين بيعملوا بقى السلك ده كده بيولعوه والولاد يفضلوا يلعبوا بيه زي ما انتم شايفين كده. بجد كان يوم جميل وكل الولاد انبسطوا. اهم حاجة حبايب قلبي يلا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ودمتم بخير.